النهارده بقى هاعمل لكم مخلل اللفت والجزر وكمان معايا القرنبيط. بصراحة ده الموسم بتاعه، وتعالوا بقى نشوف الحاجة تتعمل ازاي. اول حاجة بتجيبي اللفت تمسكي تختاريه، بتختاري اللفتاية التقيلة، ما تختاريش الخفيفة لان الخفيفة دي بتبقى من جوه مش حلوة. وكمان بتجيبيه صغير، ما تجيبوش كبير عشان لما بتيجي تقطعيه يبقى يا دوبك على قد زي ما انتوا شايفين يعني الصابع شكله حلو يعني، ما يبقاش كبير قوي. بس دول اهم حاجه اختيارك للفتايه نفسها. يعني لازم تمسكي الواحده كده تحسي انها تقيله كده. وبعد كده بتجيبيه بقى تنضفيه من اي عروش فيه، ومثلا لو في طالع منه اي حاجه من فوق كده من عند الراس، وكمان من الجزء اللي تحت الاخضر دوت. انا باخد منه كام واحده كده اخليها، بتبقى طعمها حلو قوي. وكمان خلي بالكم في مرة كده هبقى اصور لكم الورق بتاع اللفت ده بنعمله محشي، والله بيبقى طعمه جميل جدا، يعني يمكن قريب للورق العنب. انا قطعت اللفت كله على حسب التقطيع اللي انا عايزاه، صغير كبير بالمنظر ده. وبعد ما خلصته طبعا بتكون انت غسلاه الاول طبعا ومنضفاه كويس جدا من اي طينه. وبعد ما بتقطعيه انا بقى بنقعه في ملح لتاني يوم. طبعا ليه بقى؟ هقول لك انت ممكن تخلليه وعادي مفيش مشاكل، بس انك تنقعيه بالليل لغايه الصبح هو بيحن كده وبيطرى. ولما بتيجي تحطي في البرطمان بياخد كميه اكتر من لما بيكون لسه معمول يعني طازه اول ما تجيبيه. فدي براحتك، عايزه تعملي كده براحتك، لكن احسن حاجه انك تنقعيه من بالليل علشان تقدري انك تحطي في البرطمان كميه على قد ما تقدري تتفسي قوي. بعد ما سبته بقى يتنقع وجه تاني يوم، انا كان عندي هنا القرنبيط، خدت بس جزء منه والجزء التاني ده هشيله عشان ابقى اقليه. وبنضف بيه بقى اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده بنضفها، اي حاجة مسمرة اي قشرة كده طالعة من بره. وبتقطعي الوردات بتاعته زنطوطة خالص، ما تقطعيش كبير، قطعيه صغير زي ما انا مقطعاه كده بالظبط. وبعد ما تقطعيه بتغسليه كويس جدا وتصفيه في مصفى. لغاية كده كويس جدا. استغلوا دلوقتي فرصة للمخللات حلوة قوي، في خيار حلو جدا الصغير ده البلدي، برضو تقدري تعملي تشكيلة بقى، وفي بنجر وفي كل حاجة دلوقتي. فحلو الشتاء فيه ما شاء الله خير كتير. بتجيبي كمان جزر وبتقطعيه شرايح رفيعة زي ما انت شايفة كده، برضو الكمية اللي انت عايزاها. وبرضو غسلت كله مع بعض. ودلوقتي بعد ما صفيته من المصفى بتجيبي بقى البرطمانات بتكون نظيفة وما فيهاش اي حاجة. على فكرة اهم حاجة بتكوني غالية مية وسايباها تبرد تماما على جنب. انا كنت غالياها في الحلة وسايباها لغاية لما بردت. بجيب بقى البرطمان زي ما انتوا شايفين، حطيت الاول البنجر اللي هو بيدي طبعا اللون الجميل. بقى عايزة تبشريه بالمبشرة براحتك، عايزة تقطعيه قطع صغيرة هو هيأدي بنفس الغرض. وزي ما انت شايفه بصي بتتفسي بياخد كميه اكبر ليه؟ علشان هو طري ونام لما جه تاني يوم، فتقدري انك تتفسي براحتك. فهو خد فعلا كميه كويسه. طبعا انا مش هقدر اقول لك المقدار علشان طبعا كل واحد على حسب ما هيجيب 2 3 كيلو اي حاجه، بس انا بقول لك الطريقه بس. وبعد كده ده انا عملت لفت صافي بالبنجر في برطمان لوحده. البرطمان التاني حطيت اللفت مع الجزر مع القرنبيط، وهعمله كده ميكس على بعضه. وعلى فكرة لو انت عندك الكرنب الموف الاحمر ممكن تحطيه معاه بيبقى جميل جدا. بس كده. وبتروحي بقى برضو مالية بقى البرطمانات بتاعتك بالخليط دوت. وزي ما قلت لكم بتكون المية اصلا باردة خالص ومغلية عشان ما تعملش ريم على الوش. كويس كده. وطبعا ما تنسيش البنجر، بين كل طبقة كده بتحطي قطعة من البنجر عشان هو اللي بيديه بصراحة يعني لون بيبقى جميل أوي. انا بصراحة بحب قوي اكله وهو مخلل البنجر. ومية اللفت والمية اللي بتنزل من اللفت مع الخلطة دي، انا بحب قوي قوي ان احنا يعني نشربها بصراحة، بتبقى جميلة قوي. وبالاخص لما بعمل كشري عدس اصفر بحب قوي سبحان الله. انا كل واحد وغيته، يعني الواحد بيحب ان هو يحطه كده على الرز بتاع العدس، بيبقى جميل جدا. بس كده. انا دلوقتي خلصت البرطمانات بتاعتي، جبت المية
وهابتدي إن أنا أحدّقها، طبعًا ما تخلّيهاش دلعة علشان ما تبقاش يعني تبقى طعمها مش حلو. لو فتحتِ بعد كده وحسّيتِ إن هي يعني دلعة معاكِ، بتنزّلي المَيّة وتحدّقيها وتروحي مرجّعاها تاني بعد يومين. يعني بعد يومين تشيّكي على البرطمان وتشوفي طعم الحاجة دلعة والّا حُدقها كويس. ولو برضه حسيتِ إنها حادقة والّا حاجة برضه بتنزّلي المَيّة تزوّديها وبعد كده ترجّعي تاني المَيّة. أنا دايمًا باعمل كده بعد يومين 3 لازم أشيّك على المَيّة طعمها عامل إيه، حادقة والّا دلعة. أول حاجة حطيتها بس كده حوالي يعني زي معلقتين خَل، على فكرة الخَل ده برضه بتزوّد الاحمرار بتاع المَيّة بتاعة اللي نازلة منها، اللي إحنا بنحطها دي، يعني بتلاقيها بتسرّع زي ما بيقولوا السِوَى بتاعه، وبيسرّع كمان إنه بينزّل احمرار أكتر يعني. عايزة تقلّلي ومش عايزاه أحمر أوي، ممكن تقلّلي في تستكفي بالليفت بلونه وما تحطّيش بنجر أصلًا. أنا هنا بقى الحركة اللي أنا عملتها ديّة بتاعة إن أنا قلبت الغطا، لإن بتبقى لمّا بتيجي زي ما تكون مكبوسة، يعني حتى أمّا تيجي بعد كده تفتحي البرطمان بتسمعي التَّكة. فالحركة دي دايمًا باعملها بتقفل لي الغطا كويس جدًا، بس لغاية لمّا باخلّص يعني. وعملت البرطمان التاني برضه، عملت 2 mix كده مع بعض، اللي هي الخلطة اللي على بعضها القرنبيط والجزر واللِفْت، ودوّة لِفْت بس. وبتزوّدي بقى بس ما حطيتلوش خَل على فكرة، أنا حطيت بس خَل عشان كمان الجزر ومعاهم، فباحب أوي إن أنا أحط خَل عليه. حتى أمّا باجي أخلّي الجزر لوحده والخيار باحب أحط خَل. بس كده، ما فيش ثواني بتقلبيه بقى وخلاص، وبتسيبيه بقى يعني حوالي 3، 4 أيام، يعني بُصّي ادّي له 5 أيام، وافتحي عليه بقى وكلي منه أحلى أكل بصراحة. هو الليفت اللي هيتعمل الأول عشان تكونوا عارفين، يعني بس تاكلي منه براحتك عادي. وزي ما قُلت لكم تشيّكوا على المَيّة، حسيتِ إنها دلعة نزّليها في حاجة وحدّقيها ورجّعيه تاني المَيّة ديّة تحطّيها تاني وتسيبيه يومين تاني. بُصّوا بقى ده عايزة أقول لكم ده بعد 3 أيام بس، يعني بعد 3 أيام كان بالمنظر ده، يعني حتى ما كمّلش ال5 أيام، بس طبعًا هو كان محتاج طبعًا يومين تاني، عشان كده باقول لكم يعني من 4 ل5 أيام هتاكلي الليفت حلو أوي. بُصّوا لونه عامل إزاي، البنجر جميل ورهيب بصراحة زي الجاهز بالضبط. وزي ما قُلت لكم استغلّوا دلوقتي الفترة ديّة إن أنتم تعملوا بيها المخلّلات، وبصراحة ولا تشتري من برّه ولا أي حاجة ونضيف. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير للقناة يوصلِك كل جديد.